تم انتهاء اللقاء بهزيمة نادي الزمالك 3-0. سجل الأهداف زي ما كنا متابعين العفاريت التلاتة. طبعا احنا بنلعب بالسحر والشعوذة والكلام دوت. سجل الهدف الأول جامايكا، والهدف التاني 3 عفاريت. طبعا الكلام اللي اتقال قبل الماتش كلام كله ما ينفعش، واتغلبنا 3-0 بسبب تصريحات مرتضى منصور قبل الماتش، كلها خوفت اللعيبة من الماتش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا شفنا الماتش وشفنا اللي حصل، وهزيمة 3-0 بأداء مخزي ومخزل. وطبعا لعيبة الأهلي نيمتنا في الشوط الأول، وعم كولر نيمنا خالص في الشوط الأول وحسسنا إن الأداء تعبان والنادي الأهلي فريق تعبان. وجه الشوط التاني نزل علينا واحد في التاني في التالت، 3 جوان ورا بعض، والحاج بتاعنا قاعد على الخط. سبحان الله، هو نزل تبديلين من هنا واحنا ودخل فينا جون على طول. جون بوظ الماتش خالص. مين اللي حط الجون؟ كهربا. طبعا لوحدها ان كهربا هو اللي جاب الجون بوظت الماتش خالص، بسبب الحكايات وكهربا يلعب كهربا ما يلعبش والكلام ده كله. وخلينا متفقين ان كهربا لاعب كبير جدا جدا جدا، ويستاهل ان النادي الاهلي ما يتعاقدش مع اي صفقة قبل ما يخلص موضوع كهربا. نخش بقى على نادي الزمالك. نادي الزمالك بدنيا واقع، نفسيا كده بعد الماتش ده اتوقع ان هو هيخلص الدوري المركز الخامس او السادس. لابد من صفقات وتدعيمات. لابد من مهاجم ولاعب طرف شمال يكون قوي يستحق يلعب في نادي الزمالك. والسلام عليكم.